قاد الأسطورة ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي لانتصار جديد، وهذه المرة أمام المضيف نيويورك ريد بولز بثنائية نظيفة في الدوري الأمريكي لكرة القدم. ميسي سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 99، بينما كان دييغو غوميز هو من سجل الهدف الأول في الدقيقة 36. قاد ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي إلى اللقب الأول في تاريخ النادي من خلال التتويج بطلاً لكأس الدوريات بالفوز على ناشفيل الأمريكي بركلات الترجيح في المباراة النهائية للبطولة مطلع هذا الأسبوع. ولم تتغير القيمة السوقية لميسا نفسه، ولكن انتقاله للفريق واللقب الذي أحرزه أسهما في ارتفاع القيمة السوقية ل10 من لاعبي الفريق من ناحية، وارتفاع القيمة السوقية للفريق من 88 مليون يورو إلى 90 مليون يورو 88 مليون دولار، لتكون القيمة السوقية الأعلى لأي فريق في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين حتى الآن. وأوضح التقييم الجديد لموقع ترانسفير ماركت العالمي لإحصائيات وأرقام الفرق واللاعبين أن إنتر ميامي أصبح أول فريق في الدوري الأمريكي يصل إلى هذه القيمة السوقية ويقترب من حاجز 100 مليون دولار.